قالوا لِك حوضِك ضيّق قبل الولادة؟ استني، غالبًا المعلومة دي اتقالت بدري أوي. تشخيص ضيق الحوض قبل الولادة تشخيص غير دقيق علميًا. تابعي الفيديو للنهاية لأن المعلومة دي بتغيّر قرار الولادة بالكامل. ضيق الحوض أو خلّينا نقوله بشكل أدق عدم التناسق بين حجم البيبي وحجم حوض الأم بيتم تشخيصه وقت الولادة. أيوه، وقت الولادة نفسها، لمّا يحصل طلق حقيقي وتوسُّع فعلي ومحاولة نزول حقيقية للجنين. ساعتها بس بيتم التقييم هل في تعثُّر في الولادة، هل في عدم توافق بين حجم الجنين وحجم حوض الأم. أمّا الفحص اللي بيتعمل في أول أو نُص الشهر التاسع ويطلع القرار الجاهز حوضِك ضيّق، فده علميًا غير دقيق، وللأسف حرم أمهات كتير من فرصة ولادة طبيعية من غير سبب حقيقي. خلّينا نوضّح نقطة مهمة جدًا، وهي إن الحوض مش عضمة ثابتة، ده مجموعة عظام متصلة بأربطة، والأربطة دي بتلين وتتمدد وقت الولادة نفسها تحت تأثير الهرمونات وحسب وضعية الأم. قبل الولادة مفيش تشخيص اسمه حوض ضيق. حتى ال WHO منظمة الصحة العالمية لا تعتمد ضيق الحوض كتشخيص مستقل، وبترفض قياس الحوض قبل الولادة بشكل روتيني وتحديد نوع أو طريقة الولادة مسبقا بناء عليه، واتخاذ قرار القيصري بدون علامات فعلية لتعثر الولادة. أنا دكتورة لمياء، صيدلانية ودولة ومدربة ولادة وأخصائية رضاعة طبيعية. هدفي إنك تاخدي قرار وإنتِ فاهمة مش خايفة، لأن الأم الواعية أم هادية وواثقة. لو نفسك في تجربة ولادة إيجابية انضمي لكورس أمومة بلا قلق، هتلاقي فيه تأهيل حقيقي لحمل صحي وولادة بدون خوف ورضاعة طبيعية ناجحة علشان تكون أجمل بداية ليكي ولطفلك. علقي بكلمة أمومة بلا قلق وهنبعتلك كل التفاصيل، وخليكي دايما فاكرة إن الأم الفاهمة بتبقى واثقة وهادية.